il a résilié son contrat مع الفرقه ديالو ميلودي سانداونز. حاولنا نتصلوا به واتصلنا دونك المحامي ديالو اللي هو ميم طون لاجون ديالو. ومن بعد واحد الصديق قدرنا نتصلوا ديريكتومون بالكوتش، درنا اون كونفيرونس تليفونيك معاه. اون 24 اور بدينا كنقنعوه. وفي الحقيقه قال لك اودي عطوني غير 24 اور حيت الحاله النفسيه ديالو ما كانتش كتسمح لي انه يقدر يهضر في تعاقد مع فريق جديد. دونك عاود هضرنا ليه. اون بري لا ديسيجن باش سيتي جو نهار الجمعه، باش نهار الاثنين نتلاقاو في باريس مع لاجون ديالو، لانه المشكل الجواز ديالو كان مدفوع هو لواحد الفيزا شنغن. دونك ما قدر ياخذ الباسبور ديالو الا البارح، وخدا البارح الباسبور مع الجوج وطلع الطياره ديال 9 الليل اللي خدا. شنو كان مطلب ديالي بعدا انا كان المطلب ديالك هو اللي حنا عارفين هذا، ولكن ملي كيكون راه افتخار لاي واحد انه يدخل بعدا العائله الوداديه ويتراسها سا اونكور بلوس. ملي كيكون مطلب جماهير كيكون واحد الضغط زايد. شنو اللي كتوعد به الجماهير وشنو اللي كتمنى ما يوقعش لك في هذه التجربه الجديده مع الوداد؟ كنتمنى بانهم يصبروا عليا ويصبروا على الكوتش، لانه سي نورمال داك العشق اللي عند الجماهير كيجعل انهم متعشقين وكيضغطوا بزاف. ولكن راه il pousse les gens à prendre des décisions بالزربه، ça peut être une mauvaise décision. c'est pas sûr، يمكن تكون une bonne décision، ولكن dans la précipitation راه يمكن ديما الواحد كيغلط. راه انا ما يمكنش تصور انه اليوم الخميس تعينت الحد في الليل مع 9 ولا 10 الليل. دونك من الاثنين اليوم راه يلاه من 12 يوم، وكل شيء كيتسنى منك ان في 12 يوم خصك تكون عندك عصا سيدنا موسى باش تحط لهم. الله يخليكم، راه سي فو فولي ان كوتش في لو نيفو ديال الوداد ولو نيفو ديال ليسبيرونس ديالكم، راه خصكم تصبروا باسكو سي با كيك شوز اللي غتلقاها في راس الزنقه. الا لقيتيه في راس الزنقه بارك كيتسنى وداير كوتش للبيع راه ما صالحش ليك. دونك مانون المرحله الاولى حنا الحمد لله مرينا منها، جو بونس كو زعما راه سي ليماج ديال لو كلوب. المرحله الثانيه هي ديال لي جوار، راه ابتداء من نهار الخميس نهار السبت ان شاء الله غادي يبدا يدير لو شوا ديالو. وميم با اون سيمين غتسمعوا الانتدابات اللي خصهم اونكور اون فوا يكونوا بيان بونسي بيان ريفليشي بارابور لو بوزوان ديال الوداد اي بارابور لو ستيل دو جو ديال الكوتش.